التابعين. عم يسأله شفيق أستاذه، قال له: منذ كم صحبتني؟ قال له: منذ 30 سنة. قال له: فماذا تعلمت مني؟ قال له: تعلمت منك 8 مسائل. قال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع عمري معك وتعلمت 8 مسائل؟ قال: نعم، هات لنشوف. قال له: أما الأولى فتعلمت منك قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع في يدي شيء ثمين له قيمة ومقدار، لأني نظرت إلى الخلق فوجدت الإنسان اللي عنده شيء ثمين وله قيمة يخبئه، وقرأت قول الله ثم نظرت في قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع بيدي شيء ثمين له قيمة ومقدار وجهته عند الله ليبقى عند الله محفوظا. قال له: بلش يرتاح، هيداك معناتها 8 اللي تعلموا مهمين. قال: هات الثانية. قال له: نظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ووجدت الخلق يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فعاديته وحده، عاديت الشيطان وأجهدت نفسي في محاربته، وتركت الخلق واعتزلتهم، ما دخلني أنا عليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال له: هات الثالثة. قال له: نظرت في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ووجدت الخلق يخلطون في أرزاقهم ويذلون أنفسهم في بعض الأحيان ويخلط الحلال مع الحرام، وعلمت أني أحد هذه الدواب، لأنه كل شيء يدب على الأرض هو دابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما لله علي وتركت رزقي عنده. خلص، هو كتب لي الرزق، ليش بدي خلط وليش بدي زعبر وليش بدي غش؟ قد صرنا الثالثة ولا الرابعة؟ المهم، قال: هات الثانية. قال: نظرت إلى قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ورأيت الخلق يتحاسدون، فتعلمت منك قول الله تعالى: نحن قسمنا بين، يعني كل مقسوم، فعلمت أن القسم بيد الله فتركت الحسد. قال: ثم نظرت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجدت المخلوقون يتعلقون بمخلوق أو يتوكلون على مخلوق، فتوكلت على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن نظرت أيضا ختاما في قوله تعالى: إن الناس يتباهون بنسبهم وبأموالهم وبحسبهم، كل واحد بيتباهى بشيء، شيء بماله، شيء بنفسه، شيء بكذا. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأجهدت نفسي وعملت على التقوى حتى أصبح أو أكون عند الله كريما. أجهدت نفسي حتى أكون عند الله كريما. فهذا العلم الذي إن شاء الله ينجي يوم القيامة ويستفاد منه، ونكون إن شاء الله من المحاسبين لأنفسنا قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم.